ولا شيء دون الفوز بكل بطولة يشارك فيها أو تحقيق مركز منتخب. خلوني أرحب بالفريق الأول كرة القدم للرجال الذي فاز ب5 بطولات في هذا. منظر الشرف. فريق الحقيقه وجيل محظوظ بلعبه للنادي الاهلي وبهذه الجماهيريه، واحنا الحقيقه محظوظين بهذا العطاء اللامحدود، بدءا من المدير الفني كابتن مارسيل كولر وكل اعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي وعمال حتى غرف الملابس واللاعبين، حدث ولا حرج، هم اصحاب الفرح دائما. الف مبروك نادي القرن الافريقي. نعد ولا تعبنا؟ نعد. كأس السوبر المصري 2020 2021، كأس السوبر المصري 21 22، كأس مصر 2021 2022، الدوري المصري 2022 2023، دوري أبطال أفريقيا 2022 2023. الجيل ده قدر يحقق النجمة ال11. من سنتين كنا هنا في ملعب مختار التتش بندشن وبنحتفل بال9/10، لكن استطاع هؤلاء الأبطال إن هم كمان يدشنوا ال11 اللي هنحتفل بيها وهم موجودين معانا دلوقتي حالا.
مسؤوليه كبيره انك تكون بتلعب كره قدم في النادي الاهلي او حتى اي لعبه جماعيه، لانه الحقيقه حمل قميص النادي الاهلي هي مسؤوليه كبيره جدا لا يقدر عليها الا الرجال اللي يقدروا يتحملوا الضغوط الحقيقه، لانه جمهور النادي الاهلي الحقيقه زي ما قلنا ملوش مثيل على وجه الارض. تنتهي مباراة اليوم يطالبك بالفوز في مباراة الغد، تنتهي هذه البطولة يطالبك بفوزه بالبطولة القادمة، وهلم جرا. حقيقة أنه النادي الأهلي ومجلس إدارته لا يبخل أبدا على الفريق الأول لكرة القدم بكل الدعم وكل الإمكانيات وبكل العناصر الحقيقة اللي تقدر تدخل السعادة والبهجة على قلوب جماهير النادي الأهلي، اللي مش محتاجين نكرر تاني أنها الجماهير الأكبر والأعظم ربما على مستوى العالم، ولا أكون مغالي أبدا ولا أكون مبالغ. تهانينا القلبية أبطال وألف مبروك، شكرا ليكم شرفتونا. لنا لقاء تاني، أستأذنكم في قائد الفريق محمد الشناوي في سؤال وتقدروا تتفضلوا. شكرا ليكم وننتظر المزيد إن شاء الله.